قول لي سمعنا بلي كاين احتكار السوق ديال ماشي هو ماشي الاحتكار من موالين السوق، احتكار اخويا في هاد الغلا اللي كاين وهاد المسائل هادي اخويا. واخويا ماشي على الغلا، راه مصيبه كحلها انت. حنا دابا النهار كامل حنا شنو تنديرو؟ حنا تنسعاو، ها هو السيد وحنا تنسعاو. حنا اخويا 24 عام وحنا في هاد لاكريات، ودوزنا 3 ديال اللاكريات، هذا وواحد اخر وواحد اخر، ولكن ها انت الحاله المصير ماشي المصير ديالنا والحاله ديالنا، هذا هو المصير ديالنا هو هذا. جات اللجنه الاولى، جات اللجنه الثانيه، اللي تيجي لهنا تيقول لك غندير لكم حلول، ما كاين لا حلول لا والو. شي هادشي اخويا هنايا خاص شي مسؤول صحيح اللي يوقف على هادشي هذا، اللي عارف شنو غادي يدير. اما خويا هاد المسائل هادي، اما التصاور هاد اللعيبات كل عام تنشوفوهم، كل عام تنشوفوهم حنايا. خاصنا شي حاجه اللي تجي هنا تركز على السوق، تشوف السوق من السوق خاصو من الاساس ديالو من التحت الا بغيتي اما خويا هاد المسائل هادي راه والو. حنا هاد السيناريوهات الاشاره راه يوميا تنشوفوه حنايا. شي واحد بيع وشري قلنا الكورجيت كانت 240 واليوم ولا ب 140 حيت جات السلطه. اذا تسوقوا للسلطه بانها غادا تجي فهمتيني. اخر مساله اللي هنا تتغلى في السوق شنو هي هذيك الكورجيت. دابا الكورجيت عاد السيمانه كامله والكاع خذ الطعام هذاك اخويا 3000 ريال في هاد السيمانه هذه. خويا الاساس في هادشي هذا خاص شي مسؤول صحيح اللي يجي يوقف هنايا. الهيكله ديال المارشي هذا كامله خاصها تتعاود اخويا. الله يحفظك. كاين شي واحد اخر يدخل؟ زيد عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل الخطابي، رئيس قسم شؤون اقتصاديه والتنسيق بعمل اقليم قنيطره. كنت معنا اليوم في دوره تفقديه وتفتيشيه للمرافق ديال سوق جمله بمدينه القنيطره. الحمد لله كما عينتم معنا كاين وفره في المنتوجات، الا انه سجلنا بعض المنتوجات اللي كتعرف واحد الاثمنه ديالها واحد الارتفاع، وهو راجع لواحد الظرفيه اولا مناخيه في المغرب، حيث السنوات الماضيه عرفت واحد القله في التساقطات، ثم انه هذه الفتره كتعرف واحد الموجه ديال البرد، وكما قالوا الناس زمان لا تيق في الليل الا طفات ولا النار الا طفات. فهذه الموجه ديال البرد حتى هي ما كتخليش الخضر يكون واحد المنتوج ديالها وافر، وايضا بكميه كبيره اللي يمكن لها تهبط الاثمان ديال الاسواق. ولكن الحمد لله حنا في الاواخر ديال الليالي وابتداء من الاسابيع اللي جايه غتعرف هاد الاثمنه واحد الانخفاض تدريجي باش تكون في واحد الثمن مناسب ان شاء الله ابتداء من شهر رمضان الابرك.